السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هنقدم حتة أكلة هتعجبكم قوي. طريقة بقى جميلة قوي لطاجن المكرونة بالفراخ. أحلى طاجن مكرونة بالفراخ هنعمله النهاردة. مش هتحتاجي تروحي محل ولا تحتاجي تجيبيه من بره. إن شاء الله بإذن الله الحلقة النهاردة تبقى خفيفة على قلبكم. وإن شاء الله فيديو النهاردة عايزة بقى النهاردة ما تنسوش أحلى لايك وأحلى تعليق. ولو انت مش مشتركه عندي انزلي تحت اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدا على طول بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو ونقول بسم الله. عندي هنا حطيت طاسه على النار، حطيت فيها شويه زيت وعندي معلقه كده كبيره من السمنه. انا عندي هنا بقى كان معايا صدر فرخه كنت مقطعاه قطع صغيره علشان خاطر بقى اشوحه كده في قلب السمنه والزيت. خلاص السمنه والزيت بتوعي بداوا يسخنوا. انا هنزل بقى بالمكونات بتاعتي بالصدور دي الاول. خلاص اول ما قطع الفراخ عندي هنا تاخد لون كده يا دوب بس لونها يتغير، هبدا انزل ببصلايه كامله كده مبشوره يعني او متقطعه صغير يعني اللي انت عايزاه. انا حطيت عليها شويه من الفلفل والكمون عشان ما تغيرش ريحتها بس عشان التصوير. انما انت لو هتحطي على طول حطي البصلايه على طول بتاعتك. انا هنزل بالبصلايه بتاعتي كده. كمان عندي هنا بهارات فراخ، عندي معلقه من الكركم، معلقه بابريكا، معلقه فلفل على كمون. هبدا انزل عليهم كده بالبهارات بتاعتي. طبعا قطع الفراخ دي انا كنت منضفاها كويس وهعصر عليها نص ليمونه. حته بقى الليمون ده على راحتك، يعني لو انت حابه تحطي ليمون حطي، مش حابه براحتك. انا هبدا بقى ان انا اشوح الفراخ دي كده بالبصل والبهارات، وهبدا ان انا احط عليها الملح بتاعي. اظبط الملح، اظبطي بقى على حسب رغبتك، كل واحده هي حره في الملح بتاعها. هبدا ان انا اقلبها كده تقليبه كويسه بحيث ان البصل والفراخ والبهارات كلهم يندمجوا مع بعض. وبكده تكون قطع الدجاج بتاعتي خلاص استوت. اول ما بلاقي الزيت والسمنه كده في الطاسه بعرف ان هي خلاص استوت. هبدا ان انا اطلعها بالبصل بتاعها، يعني مش يعني هاخد نص كميه البصل، مش هاخدها كلها. هطلعها في طبق كده. الاول هوطي النار عشان خاطر الاكل ما يتحرقش معايا، وابدا ان انا اطلع كل قطع الدجاج دي وجزء من البصل. انا مش هطلع البصل كله، هسيب برده شويه كده في الطاسه بتاعتي. خلاص كده انا عندي طلعت صدور الفراخ، يا دوب هي فص ثوم واحد بس صغير للريحه بس على البصلايه كده، بقيه البصلايه اللي محطوطه في الطاسه والسمنه والزيت الموجودين عندي. اديله تقليبه لحد ما احس ان فص الثوم ابتدى يتحمر معايا. خلاص اول ما فص الثوم بتاعي ريحته تطلع، انا عندي هنا بقى كنت ضاربه نص كيلو من الطماطم، حطيت عليهم معلقه كده واحده صغيره من الصلصه، ما حطيتش كتير يعني. ضربتهم في الخلاط، هنزل بيهم على كل الخليط اللي هو بتاع البصل والثوم ده. كمان هبدا بقى ان انا اظبط الملح بتاع الطماطم، واحط شويه كده من السكر عشان الحموضه، وخلاص انتهى على كده. طبعا البهارات اللي كانت في البصل والفراخ مديه طعم للطماطم. انا هحط شويه كده صغيره خالص من البهارات، مش هكتر علشان خاطر ما تبقاش تقيله علينا برده، لاني انا حطيت بهارات للفراخ كتير. فهو شويه فلفل وكمون صغيرين كده على الطماطم عشان يدوها ريحه بس. انا عندي اول ما غلت هنا اهي، هحط عليها برده شويه كده من الميه واديها غلوه كمان. عقبال بقى ما معجون الطماطم دوت يبدا ان هو يغلي، انا جهزت عندي الطواجن بتاعتي اهي، وعندي مكرونه من اللي هي القلم. هبدا ان انا احط المكرونه بتاعتي في كل طاجن، هحط شويه. اعمل حساب ان المكرونه لما تستوي يعني حجمها هيزيد، وبرده اعمل حساب ان انا هحط برده الفراخ، قطع الفراخ.
هنا بقى اول ما الطماطم بتاعتي اهوت بقى سائل، اول ما غلى معايا هبدا ان انا بقى ايه احط على المكرونه بتاعتي. احاول ان انا احط كده بالمغرفه، احاول واخد كده من البصل والحاجات اللي فيها مكان الفراخ واحطه في الطاجن. طبعا انا مش هحط الفراخ دلوقتي، هبدا بقى ان انا هملى الطواجن بتاعتي كلها من الطماطم، وهطفي على الطماطم الاول. وانا كنت مولعه الفرن على درجه حراره عاليه علشان الفرن بتاعي يسخن. هبدا ان انا انزل كده بالطماطم على الطواجن بتاعتي. خلاص كده انا حطيت الطماطم بتاعتي على كل المكرونه. هبدا ان انا اجيب ورق من الفويل وابدا اغطي الطواجن بتاعتي كده عشان الحراره تبدا انها تسوي المكرونه. كده انا خلصت الطواجن بتاعتي غطيتها كلها اهي. هبدا ان انا بقى اخلي الفرن على نار متوسطه وابدا احط الطواجن دي لغايه ما احس ان المكرونه بتاعتي استوت. وبعد ما تستوي هوريكم هنعمل معاها ايه. كده عدى نص ساعه، خلاص هبدا ان انا اطلع الطواجن من الفرن. خلاص هي استوت معايا، انا شفتها بشوكه ودقت واحده لقيتها مظبوطه واستوت. هبدا بقى ان انا اشيل كده من على الطواجن دي الورق الفويل. خلاص بقى كده هبدا ان انا انزل بقطع من الدجاج على وشها. كده بقى انا هحط شويه كده من الجبنه الموتزاريلا على قطع الفراخ. خلاص كده انا خلصت الجبنه. هبدا ان انا احط كده وحدات من الزيتون. بس كده. لو انت حابه برضو تحطي فلفل الوان ممكن تحطيه، مش حابه خلاص هو كده بيبقى جميل قوي برضو. انا هحطه كده بقى تحت الشوايه ياخد لون وابدا اطلعه تاني. كده خلاص انا انتهيت. انا حطيت بس الكوستر الخشب ده عشان ايه الطواجن سخنه لسه، يا دوب بس تعمل كده عازل بينها وبين القماش. كمان عملت معاهم طبقين سلطه. وبكده يبقى النهارده احلى غدا احلى عشاء زي ما تسميه، جميل وطعمه جميل جدا جدا. احنا جربناه قبل كده وطعمه حلو قوي، وبصراحه ما بعملوش الا كده. يعني يوم ما بعمله ممكن بقى تستبدلي الفراخ دي بلحمه مفرومه اللي انت حباه، سجق، كل بقى اللي انت حابه تحطيه حطيه. بس بصراحه بالفراخ بيبقى طعمه جميل قوي قوي. جربي الطريقه دي وان شاء الله تعجبك جدا جدا جدا. وفي نهايه الحلقه لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولكل متابعيني حبايبي ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم. عايزه احلى تعليق واحلى لايك النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.